السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل. والنهارده هنعمل مع بعض الكفتة البانيه وكمان معاها رز اصفر، وهنعمله بالرز المصري. اول حاجة معايا نص كيلو لحمة مفرومة، وهنزل عليهم بجزرة مبشورة وبصلة كبيرة مبشورة وبقدونس مفروم. ومعايا هنا البهارات فلفل اسود وملح وقرفة وجنزبيل وخلطة ال11 بهار وكمان بهارات كفتة. هنزل بقى باللحمة المفرومة وهنزل عليها بالبصل المبشور، وبعدين هنزل بالجزر المبشور. يعني هنزل بكل المكونات اللي عندي على بعض في وقت واحد عادي، ولو عندك كبة حطيهم كلهم برضو مع بعض في وقت واحد. وهنا بقى معايا 3 معالق او 4 من البقسماط المطحون علشان يمسك لي الكفتة شوية، لان طبعا لما هحط البيض دلوقتي هتبقى الكفتة طرية قوي، فلازم نحط لها بقسماط، وكمان هيخلي الكفتة ما تكشش. بعدين بقى هنزل بالبهارات زي ما قلتلكوا كده، شوية جنزبيل، ودي شوية من البهارات بتاعة الكفتة، وشوية من القرفة، وكمان شوية من الملح. بس ما تزودوش ملح قوي علشان البهارات الجاهزة اللي احنا بنجيبها دي بيبقى فيها نسبة ملح. وبعدين بقى اقلبها كويس جدا مع بعض. وبعدين طبعا يعني انت ممكن تعجنيها بايدك، لان اللي بايدك المكونات بتمسك في بعض اكتر. حطها بقى في التلاجة كده حوالي نص ساعة، وبعدين اطلعها ابتدي بقى اشكلها زي ما انا عايزة تعملها صوابع او راس او كور زي ما انت عايزة، بس انا بحب اعملها كور. تمام. برضو لما اعملها كور هحطها في التلاجة شوية على ما اعمل الرز، وبعدين هطلعها بقى اقليها. دي الكميه اللي طلعت معايا من نص كيلو لحمه مفرومه، فطبعا الكميه دي كتيره عليا شويه في الغدا، فهشيل منها شويه لرمضان ان شاء الله، احطها في طبق كده لتفريدات رمضان، وهقلي النص التاني. دلوقتي بقى انا حطيت زبده مع شويه زيت على النار علشان اعمل الرز، واول ما يسيح هنزل عليها ببصله متوسطه متقطعه مكعبات صغيره واقلبها شويه. واول ما تدبل هنزل عليها بشويه كركم، مش لما تتحمر، لا تدبل بس. هنزل عليها بشويه كركم وشويه قرفه، او ممكن تحطي قرفه عود زي ما انا حطيت كده. وبعدين بقلبهم واسيبهم بقى شويه، وانزل عليهم على طول بالرز. طبعا بكون غسله الرز جنبي كويس جدا، انا هنا كنت مستخدمه كوبايتين رز. هنزل بقى عليهم واقلبهم كده شويه، وبعدين احط الملح وبس. احنا مش بنحتاج فيه بهارات اكتر من كده. ممكن تحطي كمان معاها ورق لورا لو حابه. وبعدين هنزل عليهم بقى بكوبايتين ميه، يستحسن يكونوا سخنين. وبعدين هغطيها بقى واسيبها تغلي، ولما تغلي طبعا هوطي عليها، وده كده شكلها خلاص بقى بعد ما استوت. مفلفل وحلو جدا، يعني كوبايتين الميه عليهم كوبايتين الرز قصدي عليهم كوبايتين ميه، ده مقدار كويس جدا ومظبوط. دلوقتي بقى طلعت الكفتة من التلاجة وهبتدي اعملها. جبت بيضاية وحطيت عليها شوية ملح وفلفل وضربتها كويس، والبقسماط ده انا كنت خلطاه بشوية فيجيتار. بس كده هقلب الكفتة في البيض شوية، وبعدين انزلها على البقسماط وانفضها كويس جدا واحطها في الزيت لازم يبقى سخن، واسيبها مقلبهاش خالص غير لما تتحمر الناحية التانية. بس كده مش هتفك معاكي ولا اي حاجة، وسهلة وسريعة جدا واقتصادية كمان. كده اكون خلصت الوصفة بتاعت النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.